الزمالك بيفوز على المقاولين بنتيجة تاريخية يا جدعان، يعني الفرقة في وادي ومرتضى منصور في وادي تاني خالص. مرتضى منصور قاعد يطفش في النجوم. امام عاشور مش عارف ابوه جالي عمل ايه ومراته بتعمل ايه، وبالحج سافر المغرب ومش عايز يجي عشان ما بياخدش فلوسه. انت انت بتعبس في الفرقه، الفرقه ماشيه حلو واسوريو ماشي حلو والدنيا ماشيه حلوه، وانت قاعد تخبط تخبيط غير طبيعي. مش عارف انت بتعمل كده ليه؟ انت لو متعمد تبوظ الفرقه مش تعمل كده. طبعا الزمالك بيفوز بالنتيجه التاريخيه ديت، نتيجه هي بتضحكنا احنا كاهلاويه انه 6-1. يعني اي زملكاوي من جواه كان يتمنى اي نتيجه غير انه 6-1، 6-0، 7-1، بس 6-1 عشان ما تضايقوش. حاجات في الماضي كده. بيفوز طبعا وبيصعد بقى لنص النهائي، هيقابل بيراميدز. هو دلوقتي فاز في ربع النهائي على المقاولين، هيصعد يقابل بيراميدز في المباراه برضو ايه. هنشوف بقى ايه الناشئين بتوع الزمالك راحوا بيراميدز هيعملوا